اعزائي الرياضيين، اخبار الرياضه ايه وانتوا صايمين؟ اوعوا تقولوا في رمضان هنبقى معتزلين، ده كده هتضيعوا مجهودكم اللي بتعملوه بقالكم سنين. خليها مستمره وتفضلوا عليها مكملين. بس كل الحكايه هنشوف نعملها ازاي واحنا صايمين. الاحسن بعد الفطار لا بنكون فيه منتخين، عشان بنكون ضاربين طاجن المكرونه وطبق المحشي المدزين. لا لا لا، الرياضه في رمضان ممكن تعملوها قبل وبعد الفطار، بس لازم تعرف شويه نصايح مهمه عشان ما يحصلش لجسمك اي اضرار. إذا كنت ناوي تمارس الرياضة بتاعتك قبل الفطار فلازم تبقى مدة التمرين من 45 دقيقة لساعة، وما تبقاش رياضة عنيفة أو محتاجة لمجهود جبار، لأن جسمك مش بيبقى واخد الطاقة الكافية اللي يخليه يعمل مجهود شديد، وبالتالي لو ضغطت عليه هيجيب لك الكافية وتودي نفسك في حديد. وبلاش تمارس الرياضة قبل الفطار في جو شديد الحرارة، لأن ده غلط على جسمك. خليك في جو معتدل والعبها بشطارة. ولازم تخلص ميعاد تمرينك قبل الفطار مظبوط عشان تقدر تعوض السوائل اللي جسمك فقدها وتاكل وما يحصلكش هبوط. ولو انت مش محترف وبتدخل بطولات وبتمارس الرياضة كهواية وبتحافظ على جسمك من الترهلات، فخليك احسن بعد الفطار وبلاش تقعد تقضيها مسلسلات. وبالتالي هنا يجي السؤال المهم واللي لازم يتدخل فيه العلم: ايه انسب وقت لممارسة الرياضة بعد الفطار؟ وانسب وقت بعد الفطار ب3 ساعات عشان يكون جسمك هضم الاكل كويس وتبقى مطمن على الانزيمات، لان ممارسة الرياضة بعد الاكل على طول ليها اعراض جانبية هتعمل لك مشاكل في جهازك الهضمي ومش هتأدي كويس تمارينك الرياضية. وفي ناس تقول لك رمضان جه ومع الصيام هنخس، وفجأة يلاقوا بعد رمضان وزنهم زاد وما نسمع لهمش حس. وده طبعا عشان بعد الفطار بياكلوا اكل بكميات كبيره، زي ما يكونوا تاني يوم هيدخلوا على مجاعه خطيره. وهنا الرياضه في رمضان بتبقى مهمه عشان تحرق دهون وسعرات حراريه، فالعبوا رياضه في رمضان عشان صحتكم تبقى 100 100. سؤال الحلقه: انسب وقت للعب الرياضه بعد الفطار بتبقى بكام ساعه؟ اكتبوا لي اجاباتكم في التعليقات على طول وما تنسوش الجايزه. ودي كانت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حكايه جديده نتمنى تبقى ليكم مفيده، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان ايام وليالي سعيده. كان معكم بسمة مرسي، اشوفكم على خير. رمضان